أعزائي المستمعين، صباح الخير أو مساء الخير حسب الوقت اللي هتفتح في الفيديو، ونكمل الشرح مع بعض. والكتاب اللي بعد كده حضراتكم اسمه كتاب الكهوف، بوك اوف كافرنرز. الكتاب ده من أيام الأسرة 18، أيام توت عنخ آمون، وبيصور على شكل اسطوانات كبير وبداخلها ناس نايمة، وهو عبارة عن تفسير للفصل الثامن من كتاب البوابات، من غير ما ندخل في قضايا دينية بأن الصالحين بيولدوا والأشرار بيتم حرقهم في النار وبتكون قبورهم جحيم عليهم. وهنلاقي ناس نايمة جسمها مفرود وحواليهم دوائر حمراء، دول بقى بيمثلوا الأشرار، ده بيسقطوا في العالم الآخر بلا نهاية. الكتاب اللي بعد كده اسمه كتاب الموتى، بوك اوف ذا ديد. ده كتاب شعبي مش للملوك، لكن لكبار رجال الدولة وباقي الشعب. الملوك ممكن بيختاروا منه فصول معينة، أي منظر تقدمه لإله المنظر ده من كتاب الموتى. فهنلاقي مثلا جميع مناظر مقبرة توت عنخ آمون من كتاب الموتى، زي مثلا منظر سحب الموميا مع عدد 12 قرد اللي واقفين في الضفة الغربية، دول بيمثلوا الساعة الأولى من كتاب الإمدوات. الملك آي ده طبعا من عامة الشعب، فاستخدم كتاب الموتى. يجي معانا بعد كده حضراتكم كتاب الأرض، ظهر في مقابر الأسرة ال20، بيمثل في غرفة الدفن، عبارة عن نصوص بتحيط التابوت من ناحية اليمين والشمال. ده كتاب بيمثل رحلة الموميا في ملك أوزوريس تحت الأرض، وده كتاب مكون من 6 فصول. يجي معانا بعد كده كتاب البقرة السماوية، واللي بيصور عند غرفة الدفن، عبارة عن نيش وبداخله بقرة كتعبير الإله حتحور لما أخذت بقرنيها الإله رع وصعد بيه للسماء في بدء الخليقة لما فصلت السماء عن الأرض، وأمنية الملك المتوفى إنه يصعد على قرني الإله حتحور زي ما صعد الإله رع. والمنظر ده هنلاقيه في مقبرة رمسيس الثالث لوضوح المناظر، وفي مقبرته كمان هنلاقي الأناشيد الشمسية أول صلتين، والصالة الثالثة ملف مجمع الآلهة، وفي الصالة الرابعة على الشمال مناظر لكتاب الإمدوات الساعة الرابعة، وعلى اليمين الساعة الخامسة من كتاب البوابات. هنعدي البير هنلاقي على الشمال الساعة السابعة من كتاب البوابات، وعلى اليمين منظر لتعبان وتخرج منه رؤوس آدمية كتيرة، وده بيمثل مرحلة من الساعة السابعة من كتاب البوابات. والتعبان ده اسمه عبب، هو رمز من رموز الشر، وده بيعترض مركب إله الشمس وهو بيشرب مياه المركب السماوي عشان تقف وما تتحركش، فالآلهة الحراس مش هيسيبوه في حاله، بيمسكوا التعبان عبب ده وبيخرجوا منه المياه اللي شربها كلها، وكمان بيخرجوا معاه كل الغرق اللي غرقوا في النهر، وده عشان الإنسان لما بيغرق في النيل بيكون شخص مقدس أو يعني مات موتة محترمة مثلا، فالتعبان بيطلع أجساد الموتى، فلما النهر بيتملي المركب بتكمل طريقها. في أول حجرة على اليمين هنلاقي الساعة 8، ودي بتمثل الجنة في العالم الآخر. بالنسبة لمقابر الزيارة اللي بيكون معاه جروب وسهولة الشرح، ممكن أنصحه يروح مقبرة رمسيس الثالث والرابع، ده بيحكي كتاب البوابات، بوابات الشريرة والخبيثة اللي هي بدون رأس، وهنلاقي برضو آتون قدامه الشمس وهو بيستقبل العالم الآخر. وهنلاحظ بعد كده وجود العباد وهم بيتعبدوا لإله الشمس لما بيدخل الملك بالعالم الآخر. بعد كده مقبرة تحتمس الثالث اللي هي حاليا آخر الوادي بسلم حديدي، ده بيحكي كتاب الإمدوات. وزي ما قلنا سيت الأول ده مخصص للملوك فقط.